السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم موسيقى في فيديو جديد. في الفيديو قررت اني اعطيكم موقع يعطيك حساسية فري فاير لهاتفك. جميع الهواتف موقع معروف. سوف تدخلون جوجل كروم وتكتبون على خانة البحث وتكتبون مثلا س... انا مثلا كتب حساسية هاتف سامسونج أدرك كو. أنا أعطيكم فقط مثال. لما تبحثون عن الموقع اسمه يايا جيمر على تشوت في فاير سامسونج أدرك كو. دقيقة لكي يفتح الموقع. دقيقة. هو كل تحديث يصير لفري فاير أيضا يعطيه أيضا تحديث. دقيقة ننتظر دقيقة. وبعدما فتح معنا الموقع سوف تجدون هنا إعدادات وكل معلومات عن الهاتف اللي تريدون أن تبدلها. مواصفات الجهاز، إعدادات الرسوم، معدل الإطار، أداء البطارية، الاتصال بالشبكة، تحسين أداء الجهاز، نصائح لك كيف تصبح محترفا، كل شيء. ولما تنزلون لتحت تنزلون تلاقون إعدادات. سوف تجدون هنا أفضل إعدادات لتعطي حساسية في رفاير هاتف سامسونج A03 كو لعب نقط حمراء سكوب 2 و4 يتعلق عن الناس نظرة الحرة. وهنا سوف تجدون الماكس. ليس أنتم تعملون هذه تقولون سوف أعمل الماكس لأنها سوف تكون جيدة ولن تنجح معكم وتجي تقول لي هذا الموقع كاذب أو شيء من كذا. الموقع معروف والكل بياخد منه اعدادات. اذا ما عجبك اعدادات سوف تعمل تدخل للتدريب وتاخد UMP والشوتجن طويلة والنصف الصحراء وتبعد عن الخصم وتصير تضخ. كل ما كانت الام سيئة تزيد العام، كل ما كانت جيدة تخليها وتتبع عدد نقاط السكوب. تفتح UMP تضغط على سكوب وتطلع على الام. إذا كانت سيئة تزيد. كذلك تذهب وتشتري سكوب في 4 وتحطه على UMP. تفعل الطريقة والنظرة الحرة. انتو شو خيارك؟ أنا بخليها 170 لأنها جيدة، أو خليها 130 لأنها هاد 170 130 جيدة أيضا. وكان هنالك الكثير من الهواتف مثلا يعطيكم مواصفات الجهاز: هواتف ذكي، إعدادات الرسوم نظرية المواصفات، كل هذا، ومعدل الإطار والأداء. الجهاز أزرق التذكر هو هما يمكن خطأ. هو ميمكنش لي يكون يحقق 60 إطار، أما 30 في كثيرة، ولكن في كنت بندير لايف تلقى 60 أكتر. هذا خطأ. يمكن هنالك إعدادات في الرفايع انفينكس. دقيقة ننزل الأسفل تجدون سامسونج. نضغط عليها هكذا، ننتظر نحيد الإعلان دقيقة. بعد ما يفتح الموقع سوف تلاقون حساسية أخرى لكي لا تقولون نفس الحساسية بيعطوا كل شيء. في سامسونج تاب دقيقة. في سامسونج تاب اس سيتليت تلاقون في نسخة واحدة وليس مثل A03 كور ماكس وعادي. الآن 193. وهنا يشرح لك إعدادات الهيد شوت. فهمتوا كيف؟ يقول لك هنا بعض التعليمات مثل الحساسية العامة. يشير إعداد الحساسية العامة إلى الحساسية العامة لحركات شخصيتك في اللعبة. يعتبر نطاق الحساسية من 90 إلى 100 مرتفعا، مما يعني
أن شخصيتك ستستجيب بسرعة اللمس. فهمت كيف؟ يقول لك إذا كانت الطاقة الحساسية من 90 إلى 100، يستجيب الشخصية بسرعة اللمس. وهنا أيضا عندك حساسية النقط الحمراء. هذه حساسية تبع العام. فهمت كيف؟ حاط 100 إلى 90 تكون جيدة. أنا بقول لك 100 إلى 90 في التحديث القديم يمكن. وهنا تاعت النقط الحمراء، وهنا على سكوب، وهنا على سكوب. بدي يفهم النطاقات والحساسية. يجي يدخل إلى يا جيمر. سوف أضع لكم الرابط في أول تعليق مثبت وفي الوصف أيضا. لذا حطوا لايك واشتراك، ولا تنسوا تفعيل جرس الجرس إذا أعجبكم الفيديو. سوف نفعل آخر حساسية لكي نرى، لكي تتأكدون. فهمتوا؟ هذه 182 181. كل شيء يتغير، مش جهاز واحد يعطيك كل شيء. كما أنه موقع صادق، وكل تحديث يحصل هو أيضا يعمل له تحديث. اعملوا لايك واشتراك. تصبحون